عندي رسائل تاني كتير، خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه استاذ اسامه، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. اول مره اكلم حضرتك بس. يسعدني ويشرفني اتعرف بيكي. انا ساره. ساره، كام سنه يا ساره؟ عندي دلوقتي 25 سنه. مرتبطه يا ساره؟ متجوزه. متجوزه عن حب؟ المفروض. حب كام سنه؟ بقالنا 4 سنين. بس انا عندي حكايه مختلفه. انا تحت امرك، اتفضلي. اولا انا حكايتي هترد على كل الاسئله اللي بتجيلك، هبرد لكل البنات ولكل الصبيان. يبقى انت كده ريحتيني. اوكي طيب اتفضلي. والدي توفى وانا صغيره جدا. واحنا 12 اخوات. انا اللي شلت المسؤوليه. مامتي من الناس الفقر والفقر والفقر. مش هقدر اتكلم اكتر من كده. ممكن تشتري الحاجه ب10 جنيه وبتحاسبني عليها ب20 كاكل كحاجه. فترات معينه عشان اكمل تعليمي وتعليم اخواتي ومصاريف الحاجات دي اضطريت ان انا ابقى بروستيوت. اكيد فاهم معنى كده. وفي يوم قلت ستوب، مش هقدر اكمل. تخيل عملت ايه؟ عملت ايه؟ عملت اسم مستعار، هي ام ساره، استنقاذ، ونزلت بقى مناديل في الاشاره عشان اعرف اصرف على البيت والاسره. اوكي. على فكره عن طريق المناديل مش عن طريق البروستيوت. ربنا كرمني وجوزت الاخت اللي بعدي واللي بعدها. او الاول دوم اتجوزوا قبل مني، بس انا كنت الاخيره ما اتجوزتش الا لما اتجوزتهم. وبعدين الحرام نهائي. على فكره دي رساله لكل البنات، مش لازم تعيشي في الحرام، في طريقه تانية. استحملت القرف والبهدله. تخيل انت، انا طالبه كنت ايامها طالبه في جامعه القاهره كليه اعلام. يعني تخيل انت بنت صحافه واعلام تنزل، يعني الاول كانت بروستيوت وبعد كده تتحول من بروستيوت لبقى نادي. كل ده عشان لقمة العيش. عشان لقمة العيش. علشان في طريق تاني، مع ان في الفترة دي كان بيترد عليا ناس يقولوا لي 500 جنيه الساعة لاني كنت برفض. فكان السعر ممكن يوصل ل1000 جنيه. طب انت جوزك عارف القصة دي؟ لا طبعا. عملت ان انا بنت. كان عندي البريود وعملت ان انا بنت. وجوزنا في اول فترة وعم اخواتي اتجوزوا. وكنت بقول له ان انا بشتغل كده. كنت بنزل ايامها ابيع مناديل لحد ما جبت جهازي وجبت كل حاجه وجوزت البنتين الاصغر مني. وعن طريق كده طبعا بعدها بفتره استحملت كتير معاه. طبعا جوزي بقى ايه، حد بيشرب سجاير بطريقه غبيه، بيشرب كل حاجه. بيشرب سجاير دي حاجه، كل حاجه، وبيشرب كل حاجه دي حاجه تانية. كل حاجه يعني بيشرب مثلا مخدرات، كل حاجه. بيشرب خمور. انا النهارده بشتغل، مش عايزه اقول لك ان انا مش قادره اصرف على البيت. مش قادره اعمل حاجه. جوزي بيديني 600 جنيه ايجار واكل وشرب وكل حاجه. وانتي بتشتغلي؟ انا بشتغل دلوقتي. يعني زي ما بيقولوا واحده بتتجوز عشان ترتاح، الواحده ما بترتاحش. النقطه دلوقتي، اولا انا من يوم ما اتجوزت وانا مخلصه له فوق ما تتخيل. من قبل ما اتجوز على فكره كتير. من يوم ما قررت ستوب وقررت ان انا قبلت ان انا انزل ابيع مناديل ولا اني اتجوز، يعني ولا اني اكمل في الموضوع ده. وانا خلاص مش عايزه اقول لك ان انا ما بحلمش حتى براجل تاني. بصلي حاضر، بخاف من ربنا جدا. حياتي كلها اتغيرت يا اسامه لوحدي من غير مبررات. خفت فجاه من ربنا. بس النقطه دلوقتي اللي فيها مشكله ايه؟ انا ما عدتش قادره اشيل مصاريف البيت. فانا طبعا استحاله ان انا ارجع تاني. بس انا قصدي مش عايزه انزل زي ما جبت جهازي والاكل والشرب ابقى متجوزه وانزل تاني ابيع مناديل. هي شغلانه المناديل دي بتكسب قوي كده؟ يعني ممكن 50 جنيه في اليوم. يا لا ما تنزليش تبيعي مناديل. النقطه مش كده. النقطه بفكر طب اسيبه. طب انا شايله له جميله ان انا هو ده الراجل اللي اتجوزني مع انه ما كانش يعرف. شايله مصاريف البيت، اكلي واكل عيلتي، ما زلت انا اللي بشيل مصاريفهم. وكمان مش عايزه اقول لك كتير من الحاجات دي بياخدوا لاهله
وبيبقشش على اصحابه وبيعمل ويجي ياخد فلوسي ويضربني ويبهدلني. طب هتطلق. انت بتصلي يا ساره؟ جدا يعني الحمد لله حاضر. وهو بيشوفك بتصلي؟ هو عارف. ما بتطلبيش منه مثلا تصلوا سوا؟ تقوليش مثلا نفسي نصلي سوا النهارده؟ مش فاضي، قاعد على الفيس بيخوني. قولي له جميل. تخيل انا اللي رجاله الدنيا لحد النهارده هيموتوا ويتجوزوني جواز مش حاجه تانية، يعني بيقول طلقي هنتجوزك او بتقدمني عرسين. يعني ما تصدقيش كلام فارغ ده، ما تصدقيش كل كلام فارغ. بس الدبله ناس كتير مش عارفه ان انا متجوزه. بصي يا ساره، هو بيقعد على الفيسبوك وبيعاكس بنات وبيشرب مخدرات، بيجيب لي بنات الشقق وبندرك لما باجي اتكلم. صلي وقولي له بقول لك ايه، ارجع اقعد على الفيسبوك تاني، بس نفسي مره تصلي معايا، وارجع اقعد على الفيسبوك تاني. حبه حبه جرجلين ربنا، هما 3 ته. هتصدقني لو قلت لك ان هو بيصلي؟ طيب طالما بيصلي يبقى لسه جواه حاجه حلوه. مش لاقيها. لا هتظهر. هو انا نفسي اسال، هو الحب بيموت مع الوقت؟ لا الحب ما بيموتش، احنا اللي بنموته بتصرفاتنا. هو عادي ان انا اقبل الضرب والاهانه والبهدله؟ لا ده غير عادي. طب انت عندك ولاد يا ساره؟ هموت واجيب طفل بس خايفه. طيب بصي يا ساره، خايفه ابقى زي مامتي اتجوزت. بصي يا ساره، بعد كده احنا اللي شلنا المسؤوليه. ما تمشيش بالمبدا اللي يخاف من يعني اتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. تعالي نقول من الاول خالص يا ساره، اوكي؟ من الاول خالص. يعني يمكن الناس بتتكلم على البنات الوحشه، انت ظروفك هي اللي حطتك في كده. ما اقدرش اقول انك كنت ماشيه صح او بتعملي حاجات كويسه، ولكن انت لا، تصرفتي تصرفات خاطئه. كان ممكن تلاقي حلول تانية، كان ممكن تقضيها بلقمه بجبنه، كان ممكن اي حاجه، ولكن انت اخترتي الطريق السهل اللي يجيب فلوس اسرع. وبعد كده ربنا تاب عليكي وفتح لك باب انك تبيعي مناديل في اشارات وخلافه وتجيبي لك 50 جنيه في اليوم، وقدرتي بال50 جنيه في اليوم دول تسطري اخواتك وخلافه. مش بالحرام، بالحلال. بيع المناديل في الشارع ده مش حرام، انت على الاقل واحده بتاكل لقمتها بعرق جبينها. وتوبتي لربنا سبحانه وتعالى وبداتي تصلي وبداتي تبقي انسانه كويسه، ودي حاجه حلوه قوي قوي قوي. ربنا رحيم قوي. كل الظروف اللي مرت عليكي كوم، واللي بيمر عليكي النهارده كوم تاني. كل اللي مطلوب منك انك زي ما انت اتمسكتي بربنا وربنا ما خذلكيش، انك تتمسكي بيه اكتر وتقولي له يا رب انا في ازمه، انا في مشكله مع جوزي، اهديه وارشدني اعمل ايه معاه. لانك مهما تصرفتي بعقليتك انت مش هتبقى زي ارشاد ربنا ليكي. مهما تصرفتي بافكارك مش هتكون زي ترتيب ربنا. انت قلتي انزل ابيع مناديل في الاشارات تاني، لا، ربنا قد يكون ليه ترتيب تاني خالص. عارفه يا ساره، انت ممكن في يوم من الايام تبقي سيده اعمال ومليونيره، محدش عارف. وممكن تبقي مش لاقيه تاكلي، محدش عارف. وممكن تعي، وممكن ربنا يرزقك بولاد وبنات وتعيشي حياه كريمه. ممكن ربنا يكرمك في جوزك ده ويبقى زي الفل، محدش عارف. انما الحقيقه الوحيده اللي كلنا عارفينها هي ربنا سبحانه وتعالى. بما اننا مش عارفين بكره مخبي ايه، ولا عارفين نخزن لنفسنا اكل ولا شرب ولا ما نعملش زي الجاهل اللي خزن اكل ايام المجاعه وقال كلي يا نفسي واشبعي، وفي النهايه ربنا بعد خد روحه. لا، احنا نرمي كل توكلنا على ربنا سبحانه وتعالى. يا رب بنحبك، يا رب عايزين نرضيك، يا رب انت كل حاجه في حياتنا، يا رب ارشدنا، يا رب سوق واحنا معاك في حياتنا، وربنا هيتصرف. وتأكدي ان ربنا هيتصرف.